استني يا حنين، ده انا عندي امتحان النهارده ونسيت اجيب قلم. نفسي افهم انتي بتروحي الجامعه تعملي ايه؟ اطلعي بسرعه يا هانم، هاتي القلم وانا مستنياكي. هي بصي لقيت قلم، يلا بينا. مش قبل ما تاخديه كده تشوفي ده بتاع مين؟ الله، انتي عايزه تاخديني من غير لائحه ولا دستور كده ولا ايه؟ يا عم عبد المجيد، يا عم عبد المجيد، اهو شفتي؟ محدش رد. يلا بقى. لا اذا كان كده محدش رد فيلا بينا مغامره جديده. ايه يا حور، وراكي كام محاضره النهارده؟ محاضرات ايه بس يا حنين؟ محاضرات ايه؟ هو احنا مش رايحين الجامعة برضو ولا انا لسه ما فوقتش ولا ايه بالظبط؟ يا حرام، هتفضلي معقدة كده لحد امتى يا حنين؟ هو مفيش فايده؟ هو انا كل يوم اصحى على خناقه يا ناس؟ بصي يا حنين يا حبيبتي، اتعلمي انك طالما خلصتي الثانوية ودخلتي الجامعة يبقى لازم حياتك كلها تبقى فاني فاني فاني. فاني فاني؟ لا اذا كان كده علميني بقى ازاي اكون فاني فاني يا هانم. طب استني نركب بعد كده اقولك. اول حاجة، ما ينفعش عشان نروح الجامعة نركب قطر زي ده. امال يعني هنروح ازاي؟ تحبي نطير؟ لا لا لا، انتوا تروحوني رجعوني مطرح ما جبتوني، انتوا ناس كبار انا معرفكوش. هو مش انتي بتعرفي تسوقي؟ ليه ما نروحش بعربية ماما؟ عربية ماما؟ صحيح يا حور، صحاب الجامعة عاملين معاكي ايه؟ صحاب الجامعة دول يا حنين احلى ناس في الدنيا. طب بالمنطق والعقل، الاحلى ناس في الدنيا دول مش بيقولولك مثلا حاجة على شخصيتك، على اي حاجة؟ بالعكس، دول هما اللي غيريني للاحلى يا حنين. انتي بتقولي ايه؟ ليه الاحلى؟ يمكن. طب يلا يا احلى، وقت النزول جه. صحيح يا حنين، بطلي تلبسي الاسود اللي انتي لابساه ده. ايه انتي رايحة عزا؟ هاي هاي، ازيك يا جيهان؟ ايه ده حور، ازيك؟ حلو عليكي جيبة اللي احنا جبناها ماتشي ماتشي سوا. انتي اللي اللون الاسود عليكي خطير. دايما بقول ان الاسود هو الكينج، ملك الالوان. يا سلام، الاسود على حنين رايحه عزا، اما على جيهان سكر وملك الالوان. ماشي ماشي يا حور. بصي يا جيهان، هروح التويلت بس اعدل الطرحة وجايالك. ايه الطقم البلدي اللي هي لابساه ده؟ بلدي قوي قوي عليها. دايما هقول حور ملهاش شخصية وبتقلد اي حد يجي قصادها. يا حور تعالي اسمعي صاحبتك بتقول عليك ايه من وراكي. صاحبتك؟ يا حور تعالي اسمعي اللي مفكراه صاحبتك بتقول عليك ايه من وراكي. انا جيت. نورتي. ايه، هنحضر محاضرة دكتور محاسن النهاردة؟ محاسن مين يا بنتي؟ انا هاخدك النهاردة مطعم تحفة التحف. يا بنتي عندنا امتحان. بلا امتحان بلا بتاع، خلينا نعيش حياتنا. هو انا بس اللي شامم ريحه وحشه ولا انتوا شامين معايا؟ ايه يا حنين، فينك؟ عمالة ادور عليك يا بنتي. ايوه يا ياسمين، انا هنا اهو. طب يلا، لسه على محاضرة دكتور معتز نص ساعة، انجزي. لا لا، مش قادرة احضر النهاردة. يلا وبلاش دلع، الدكتور قايل ان المحاضرة دي مهمة قوي. حاضر. مالك يا بنتي، في ايه؟ خايفة على حور قوي يا ياسمين. انتي عارفة اولى جامعة وعمايلها قد ايه بيبقى في الشخصية اضطرابات كتيرة قوي بسبب اللي هما بيشوفوه. والجملة بتاعت تعيش حياتك، انت خلاص دخلت الجامعة، مسيطرة عليها قوي. اعمل ايه يا ياسمين؟ انتي هتقولي لي على الشخصية ونضج الشخصية، بس ده طبيعي يا حنين. بالمنطق هي داخلة عالم جديد، شايفة ناس جداد. بيني وبينك في المرحلة دي اصلا الدنيا هي اللي بتربي، اسمعي مني. انا فهماكي، بس هي عمالة تتغير كل يوم، ويا ريت بتتغير للأحسن. طب هي بتتغير ازاي؟ اولا مصاحبة بنات مش شبهنا، بتنزل وما بتحضرش محاضرات، بتاخد فلوس الكتب وتروح تاكل بيها، بتخرج كتير قوي،
بتلبس لبس مش زينا. بصي بلاش تكلمي في نقطة اللبس دي يا حنين، يعني اكيد كلنا كبار وعارفين ومتربين كويس ان احنا نلبس ايه وما نلبس ايه. ثانيا ما عدناش بنحكم على الكتاب من غلافه. تلبس اللي تلبسه بس ما تحطش نفسها في نقطة شبهات، زي ما في خير في الشر. ماشي صح الكلام، لكن نقطة ان هي تخرج كتير دي انا شايفة ان هي حاجة عادية. بس تخرج ازاي؟ يعني تزوغ من المحاضرات؟ لا ما تخرجش. تاخد فلوس الكتب تخرج بيها؟ لا ما تخرجش. الكيفية بتاعة الخروج فهماني؟ وبترجع في الميعاد اللي باباها قال لها ترجع فيه ولا بتزوغ؟ للأسف هي بتعمل كل ده بسبب البنات اللي هي مصاحباهم. بتعمل ماشي، يبقى الدور عليك انتي اختها الكبيرة، قربيها منك بس من غير ما هي تحس انك بتقربيها. وانا اعملها ازاي دي يا حنين؟ يعني هي مثلا بتحب تخرج، اخرج انتي معاها، ابدأي بيني لها في عيوب صحابها دول واحدة واحدة. ما تقلقيش، ربنا هيبين لها ان هما مش شبهها قريب، وانتي اول واحدة تجري تحكيلك. حاضر، ربنا يبعد عنها اصحاب السوء هي وكل اللي زيها يا رب. يا رب يلا نلحق بقى، المحاضرة لسه 5 دقايق. هاي زوز، ازيك؟ هاي جان، انت ايه اخبارك؟ اقدم لك حور. مين ده يا جيهان؟ ده مازن يا بنتي. ايوه مازن، مين يعني؟ مازن صاحبي، وكريم ورندا جايين كمان شوية. هاي حور، جيهان كانت بتحكي لنا عنك كتير قوي. ايه، تحبي اطلب لك باستا بالجمبري على ما يوصلوا؟ لا انا عايزه امشي، عايزه امشي. ايه يا بنتي، انتي عندك فوميا بالجمبري ولا ايه؟ تصدقي يا جيهان دي طلعت بلدي موت زي ما انتي قلتي. ايه البت المعقده دي؟ مش عارفة اتكلم، بنتي هي اللي غلطانة. اقصد حور هي اللي غلطانة. حور جريت على محاضرتها وبعد كده روحت البيت مع اختها يعني، وطول الطريق كانت ساكتة. حور انتي كويسه؟ يلا بقى احكي لي اليوم النهارده كان عامل ازاي. الحمد لله كويسه. لا يا حنين، البت جمبرياية دي ضايقتها. حور انتي سامعاني؟ بقولك يومك النهارده كان عامل ازاي. مش عايزه اتكلم عن ايه اللي حصل النهارده. طب خلاص ما تزعليش، نامي وبكره نتكلم. طبعا كلنا عارفين اللي حصل، بس يا ترى حنين هتقول لحور ايه لما تعرف، وهتقترح عليها حلول عاملة ازاي؟ ده اللي هنعرفه الحلقة الجاية. استنوا بقى لما اشوف جانا بتقولكوا ايه. وكده تكون خلصت حلقتنا، وسؤال الحلقه هو انتوا شايفين حور كده غلطانه ولا مش غلطانه؟ ولو كنتوا مكان حنين كنتوا متصرفتم ازاي؟ احب تشاركوني رايكم في التعليقات. استنونا يوم الجمعة مع الحلقة 16 من بودكاست في أين قلمي هنا العنوان.